جدتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة يعني ألتقي بحضراتكم بهذا التجمع وبهذا الجمع الكبير. أنا عجبني على الترابيزة ولا السمنطرة مش معايا. مر الكلام زي الحسام يقطع مكان ما يمر، لو غلطت فنقول أنا مريد نظارة. أما المديح سهل وصريح يخدع صحيح ويغر، والكلمة دين من غير ايدين بس الوفا على الحر. من مؤلف هذه الكلمات؟ من صاحب هذه الكلمات؟ أستاذ مصطفى؟ ده انت شاعر كمان. ايه الحلاوه دي من هي ثلاثيه ما هياش رباعيه، ولكنها تصل الى مستوى يعني الحكم او بيت القصيد واضح فيها قوي. الاستاذ مصطفى بيصوغ او بيحملنا مسؤوليه الكلمه. الكلمه امانه، نحن نتزوج بكلمه، نحن ننفصل بكلمة، نحن نحب بكلمة، نحن نتشاجر بكلمة، نحن نعلن الثورة بكلمة، نحن ننجح في الانتخابات بكلمة. الكلمة هي أساس كل شيء. في البدء كانت الكلمة، وأول كلمة كانت اقرأ. الكلمة هي فالكلمة لها تأثير قوي جدا، سواء كانت هذه الكلمة مقروءة مسموعة منطوقة على الشاشة. الكلمة هي الكلمة، الكلمة سيف، ونحن هنا صناع الكلمة. نحن الذين نشكل وجدان من يقرؤون لنا، نحن نشكل وجدان من يستمعون إلينا، نحن نشكل وجدان من يرون على الشاشة. نحن نغير في الاتجاه العام، نحن نصنع الرأي العام، ونحن قادرون دائما على توجيه الرأي العام. يكفي جدا ان احنا نعمل ندوة في نادي طنطا وليكن موضوعها ما موضوع، اي موضوع. انا كمدير للندوة وبحدد موضوع الندوة بحط لها الهدف بتاعها، الهدف جوايا انا مش بعلمه، لكن من طريقة الحوار مع كل اللي موجودين بخليهم يقولوا يمشوا في الاتجاه اللي انا عايزه عشان احقق الهدف بتاعي. لهذا انا اقول دائما اننا نصنع الرأي العام، نحن نوجه الرأي العام. كلنا كده اللي بنتحكم في المجتمع الطنطاوي والغرباوي، وبرضه ناس اللي جايه من ضغط الشيخ والنوبيه، احنا اللي بنتحكم في الناس دي. والمستقبل يا جماعه بتاع الصحافه بتاعتنا، بتاع الصحافه الاقليميه والاعلام الاقليمي في امريكا اللي بيقود الرأي العام مش القنوات القوميه، القنوات والراديو القومي والاذاعه القوميه في امريكا موجهه خارج امريكا، لكن الذي يصنع الرأي العام اللي بينجح رئيس امريكا اللي بيخلق اتجاه عام هو الاعلام الاقليمي المرئي والمسموع والمقروء. المسؤوليه كبيره والمسؤوليه مجموعه من الكلمات ونحن صناع الكلمه. انا عايز اقول عجبني اول برنامج اللي قدمه الاستاذ مصطفى، كويس انا اكون مرشح واعمل برنامج يعني ممكن اضيف حاجه للبرنامج. هل هناك جريده تتحدث بلسان نادي طنطا الرياضي او نادي طنطا؟ في مجله دوريه اسبوعيه شهريه مش موسميه حسب الظروف يعني. لا، لماذا لا يكون هناك جورنال يذكر عن نادي طنطا؟ وايه المشكله يعني؟ مش هي يعني نادي طنطا معظمه رجال اعمال بيقدروا يطوروا الجورنال لحد ما يقف على رجليه، واحنا بسم الله ما شاء الله مجموعه صحفيين كده يعني نعمل جورنال واحد يعني. فهو يا ريت يا استاذ مصطفى تحط في البرنامج بتاعك اصدار جريده باسم نادي طنطا. هل هناك في نادي طنطا تقام حلقات نقاشيه؟ في حلقات نقاشيه اسبوعيه او شهريه او نصف شهريه او قاعد يلموا حد كده ويجي يقول بكره؟ لا
انا في دوره من الدورات انا كان في احد اعضاء مجلس الاداره بيجي لنا دايما في الاذاعه، كان يعني على طول متحدث او مشارك معانا في الاذاعه، وكان بيوجه لنا دعوات، وكان بيجيب بيعمل ندوه بنسميها احنا كاعلاميين الندوه ذات الاتجاه الواحد اللي ما فيهاش راي اخر. يعني ايه ذات الاتجاه الواحد؟ يعني متحدث عن مصلحه يقول الكلمتين اللي هو حافظهم، شويه المعلومات اللي عنده وخلاص، ومحدش يقول رايه بقى. احنا عاوزين نعمل ندوات اللي هي قدوات، اللي هي حلقات النقاش الجماعي او الندوه الافقيه اللي يعني ايه، او الافقيه او الراسيه. الافقيه اللي انا بمشي بحضر في هذه الندوه او بيختارها المسؤولين عن النادي، وبمشي مشكله من المشاكل في طنطا، بجيب المسؤول زائد اداره النادي زائد مدير النادي زائد اعضاء الذين يعانون من هذه المشكله، هم اللي بيخلوها ندوه افقيه عشان هم المتضررين. يبقى هؤلاء المتضررين في مواجهه المسؤولين التنفيذيين، واللي عمل الخدمه دي مين؟ النادي بهذه الندوات، الحلقات النقاشيه سواء كانت راسيه او افقيه او راوند تيبل اللي هي المائده المستديره او المناظره، يقدر يتحكم في الراي العام داخل مدينه طنطا وخارج مدينه طنطا. يا ريت يبقى ده في البرنامج حلقه نقاشيه اسبوعيه، حلقه نقاشيه شهريه، وهكذا يعني. يبقى انا يا ريت الاستاذ مصطفى يضيف الضمن دور في البرنامج اللي هو اسوار جميله باسم نادي طنطا، واقامه حلقات او عقد حلقات نقاشيه او صابون نادي طنطا، نسميه صابون نادي طنطا، وحددوا معاك ثابت. مرة اعملوا ندوة من طرف واحد، ابدأ كده من طرف واحد، هات متحدث كبير، هات شخصية إعلامية كبيرة، هات شخصية، هات مفكر كبير يقعد ويلقي محاضرة، وبعد كده خدهم سنة كده وارجع اعمل الحلقات النقاشية اللي هو يجيب المتخصصين ويطرح موضوع النقاش، والجمهور اللي قاعد يشارك في هذا النقاش تطلع بخلاصة لهذه القضية ومجموعة من التوصيات المسؤولين ينفذوها، المسؤولين ينفذوها، أصحاب المشكلة يقدروا يحلوا مشكلتهم من هذه المواجهة. أنا عرفت على الأستاذ مصطفى من فترة، لكن كنت أسمع اسمه زمان أول ما بدأنا الإذاعة 82 أسمع مصطفى الزرقاء في البرامج زي مصطفى الزرقاء في البرامج. لونه إيه؟ ما هو مصطفى الزرقاء لونه إيه يعني؟ تعرفت عليه، قابلنا في فيس في ندوة كان عاملها الاتحاد الإقليمي في الشنطة. الشنطة دي يعني اسمها صلاح كده، أصلها صنطاوي. بمناسبة صنطاوي سنة 2000 قدمت الفكرة إن أنا أعمل مسلسل دراما يذاع في رمضان اسمه تاني يا صنطاوي. كان المسلسل كده تاني يا صنطاوي. كانت الفكرة بتعتمد على ايه؟ ان انا اولا كده وعي المواطن بتاعي بالمشاكل اللي بيعملها في غفلة، يلاقي نفسه في مواجهة القانون، والقانون طبق عليه وهو مش واخد باله. تاني يا صنطاوي يعني واحد بيغلط غلطة ويكررها، مش غلطة واحدة، اكثر غلطة وبعدين يقف تحديد الصوت في الاسم كده تاني يا صنطاوي والدبر ويديله على قفاه تقرا تاني وهكذا يعني. اترفض المسلسل عشان اسمه تاني يا صنطاوي، لان كتابها خدت اشاعه قويه جدا ان وزير الاعلام من الصنطه وهو ما يعرفش ان هو بيمسكها، هو اللي حصل يعني. المهم في الصنطه لقيت الاستاذ مصطفى كنا في الشتاء في شهر 12 او 12 لابس برضه وكان كده ونضاره غامقه والجزمه اكلاشيه واضحه فكره على رجلي كده، وفي اخر الندوه بيقول ازاي يا استاذ عبد الفتاح انت عارف انا اعرف حد شيك قوي كده، ايه ده؟ ايه الشياكه اللي انت فيه دي؟ مش معقوله. فدمت عليه قال لي مصطفى ده قلت له احنا وسهلا بيك، ويومها اتفقنا ان احنا نعمل على الهواء حلقة نقاشية عن دور الجمعيات الأهلية في رعاية أو تحقيق أو كفالة الأيتام حاجة زي كده. والتاني جملة قبل الهواء 10 دقايق بتصل بيه قال لي ما دام الله كفر الواحد عند الدكتور، وأصعب حاجة عند الواحد مننا لما يكون هيعمل برنامج على الهواء ومرتب ضيوفه والضيف بتاعه إعلامي والأول بيديله البومبة يعني. إيه؟ ما ده قدر يعني. المهم هي دي المناسبة اللي انا اتعرفت فيها، وبعد كده بقينا في حلقات نقاشية كتير على الهواء، متحدث جيد جدا